السلام عليكم. أنا الراوي إكس. الليلة دي مختلفة. مش هحكي لك قصص عادية عن عفريت أو جن، لأ، هحكي لك عن حاجة أخطر بكتير. حاجة بتحصل لما تكون لوحدك تماماً، مش بس في مكان مهجور، لأ، حتى في بيتك، في أوضتك، وإنت قاعد زي كده دلوقتي. الليلة هنعيش 3 قصص حقيقية، كل واحدة فيها الشخص كان فاكر نفسه لوحده، بس اكتشف بالطريقة الأصعب إنه كان غلطان. قصص عن اللي بيحصل لما الوحدة تتحول لشيء تاني خالص، شيء بيراقب، بيستنى، وبيقلدك لحد ما ياخد مكانك. جهز نفسك، اطفي النور لو تجرؤ، وخلي بالك، لأن بعد الهوك اللي سمعته دلوقتي الكيانات دي عرفت إنك بتسمع. نبدأ. القصة الأولى. مصطفى، شاب عادي، اشترى شقة قديمة رخيصة في عمارة مهجورة تقريباً عشان يعيش لوحده بعيد عن دوشة أهله. الشقة كانت على السطح، وفيها أوضة صغيرة مقفولة من زمان صاحبها السابق. أول أسبوع كان هادي، بس كل ليلة الساعة 3 بالظبط كان بيسمع صوت حد بيخبط على باب الأوضة المقفولة دي من جوه. خبط خبط خبط، 3 خبطات بطيئة ثم صمت. مصطفى قال لنفسه يمكن مواسير أو ريح، بس في الليلة السابعة الخبط جه من بره الباب، يعني من الشقة نفسها. قام يشوف، مفيش حد. رجع ينام وصحي على صوت الخبط تاني، بس المرة دي الخبط كان على باب أوضته هو من جوه. فتح النور بسرعة، الأوضة فاضية. قرر يفتح الأوضة المقفولة عشان يرتاح. كسر القفل، دخل. الأوضة فاضية تماماً، غير مراية كبيرة قديمة مغطاة بملاية. شال الملاية. المراية كانت متشققة وفيها انعكاسه هو، بس الانعكاس كان بيخبط على الزجاج من جوه 3 خبطات. مصطفى جمد. الانعكاس ابتسم ورفع ايده ببطء وكتب على الزجاج من الداخل بدم: دلوقتي خلاص، دورك تيجي هنا. من يومها الجيران بيقولوا إن في حد جديد ساكن في الشقة، بس محدش شافه يخرج أبداً. وباب الأوضة الصغيرة مقفول تاني، والخبط ال3 لسه بيحصل كل ليلة الساعة 3، بس دلوقتي من بره. دي كانت القصة الأولى. القصة التانية. لينا، بنت بتحب المغامرات، قررت تعمل رحلة تخييم لوحدها في غابة ممنوعة الدخول في الشمال. المكان ده معروف إنه فيه ناس احتفت وهم بيخيموا لوحدهم. أول يومين كانوا روعة، نار، نجوم، هدوء. الليلة التالتة بدأت تسمع صوت خطوات حوالين الخيمة، خطوات خفيفة زي حد بيلف حواليها. قالت يمكن حيوان، بس الخطوات وقفت فجأة وسمعت صوت صفارة. صفارة بالظبط زي الصفارة اللي هي بتصفرها لما تكون فرحانة، يعني حد بيقلدها. خرجت تشوف، مفيش أي أثر. رجعت الخيمة وقفلت السوستة كويس. بعد ساعة سمعت صوتها هي، صوتها بالظبط، خارج من بعيد في الغابة، بتصرخ: تعالوا، أنا هنا، أنا محتاجة مساعدة. لينا عرفت إن ده مش صوتها لأنها قاعدة ساكتة. الصوت بدأ يقرب وهو لسه بيصرخ بصوتها: الحقوني، في حد بيجري ورايا. ثم الصوت وقف قدام الخيمة مباشرة وهمس: افتحي، أنا لينا، أنا بردت قوي. لينا مسكت السكينة وقعدت ساكتة طول الليل. في الفجر خرجت تجري من الغابة، ومن يومها ما كلمتش حد عن اللي حصل. بس أصحابها لاحظوا حاجة غريبة: لما بتكون فرحانة بتصفر نفس اللحن بالظبط، بس دلوقتي الصفارة دي بتطلع منها غصب عنها حتى لو مش عايزة. دي كانت القصة التانية. القصة التالتة والأخيرة. عمر، راجل في الأربعينات، مطلق وعايش لوحده في فيلا قديمة ورثها. كان بيحب يقعد بالليل يشرب قهوة ويشوف أفلام رعب عشان يحس إنه مش لوحده. في ليلة كان بيتفرج على فيلم وسمع صوت حد بيضحك في الصالة، ضحكة خفيفة زي ضحكته هو بالظبط. قام يشوف، مفيش حد. رجع يقعد والضحكة رجعت تاني، أقوى، ومن الأوضة اللي جنبه. قرر يواجه. دخل الأوضة فاضية، بس في اللحظة دي التلفزيون اللي في الصالة اشتغل لوحده، والفيلم اللي كان بيتفرج عليه وقف على مشهد الوحش بيظهر. وسمع صوته هو، صوته بالظبط، خارج من التلفزيون، بيقول الكلام اللي هو كان بيقوله من ساعة: ده فيلم بايخ، مش هيخوفني. يعني التلفزيون بيعيد اللي حصل بس بصوته هو. عمر جري يطفي التلفزيون، بس الشاشة كانت سودة وفيها انعكاسه هو، بس الانعكاس كان قاعد مكانه في الصالة بيشرب قهوة
وبيبص ناحيته مباشرة. الانعكاس ابتسم وقال بصوته: تعال يا عمر، أنا خلاص اتعبت من الانتظار برا، دوري أعيش شوية. عمر سرح وكسر التلفزيون، بس من يومها كل شاشة في البيت، موبايل، لابتوب، حتى شاشة الميكروويف، بتظهر نفس المشهد. هو قاعد في الصالة بيشرب قهوة وبيبص مباشرة في الكاميرا وبيبتسم. والفيلا دلوقتي للبيع، بس محدش بيدخل ليها لأن الجيران بيسمعوا صوت ضحكة راجل واحد طول الليل من جوه. لو عايز تعرف إزاي تنجو من حاجة زي دي، ما تسألش، لأن اللي بيسأل عادة بيبقى اللي بعده. أنا الراوي إكس، وإنت لسه موجود؟